الأطفال اللي قدامك دول ماتوا في 3 أيام، ومش على إيد حد غريب، على إيد أمهم، في قلب صعيد مصر، في قرية اسمها دلجة بمركز دير مواس في المنيا. حصلت أبشع جريمة سنة 2025. أم قتلت 6 أطفال من لحمها ودمها، وده كله بسبب الحقد والغيرة اللي ممكن يودوا أي حد في 60 داهية. ومش بس ال6 أطفال اتقتلوا، أبوهم كمان اتقتل، وعلى إيد واحدة ست جبروتها سمح لها إنها تعمل كده. ما عندهاش قلب ولا كانت خايفة من حاجة، ولا كان هاممها غير نفسها بس. قبل ما ادخلك في القصة وتسمع التفاصيل، انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وعايزك تعمل الطقوس اللي احنا متعودين عليها، وهي انك تطفي النور حواليك وتحط الهاند فيه وتعمل كوباية القهوة، ويلا بينا. قرية دلجة، الناس اللي ساكنين فيها كانوا يعرفوا بعض كلهم، البيوت قريبة جدا من بعضها والشوارع هادية. لكن في يوم من أيام الصيف حصلت حاجة قلبت حال القرية دي كلها. بيت العيلة دي كان بيت سعيد جدا، وكان مكون من أب وزوجتين و6 أطفال. ال6 أطفال دول كانوا من الزوجة الأولى. الأب كان اسمه ناصر، راجل عنده 40 سنة، شغال موظف في الزراعة. والزوجتين كانوا موجودين، بس اللي حصل إن هو كان مخلف من الزوجة الأولى 6 أطفال، وبعدها اتطلقوا. ولما اتطلقوا راح اتجوز عليها زوجة تانية، لكن بعدها بفترة قصيرة الزوجة الأولى رجعت للبيت تاني وبقوا عايشين كلهم مع بعض. ال6 أطفال كانوا مكونين من الآتي: علي عنده 10 سنين، وكان طفل جميل جدا وبيحب يلعب كرة في الشارع. ومريم عندها 8 سنين، كانت طول حياتها بتحب ترسم وتلعب بالألوان جدا، وكانت دايما ماسكة الدفتر بتاعها وبتلون فيه. حسن كان عنده 6 سنين، وده بقى عايش في العالم الخاص بتاعه، مش بيحب حد يجي جنبه وكان بيحب يلعب جدا. وليلى كانت أصغر منه بسنة، عندها 5 سنين، كانت بنت هادية جدا وما كانتش بتنام إلا لما بتسمع قصص قبل النوم. واللي أصغر منها ب3 سنين كانت فاطمة، ودي فضولها كان زايد جدا، وكل حاجة كانت بتشوفها كانت لازم تعرف ايه اللي موجود قدامها ده. واخر واحد فيهم محمد، الطفل الرضيع اللي عنده سنة بس. البيت ده كان مليان حياة وضحك زي اي بيت في القرية، لكن فجأة بدأت أعراض غريبة تظهر على الأطفال. وأول واحد فيهم كان علي، حس فجأة بمغص شديد وجاله صداع وإرهاق متكرر. لما أبوه شاف الأعراض دي بتظهر عليه خده للمستشفى فورا، لكن الصدمة إن بعد ساعات قليلة علي توفى. رغم كل محاولات الأطباء إنهم ينقذوه، لكنهم عملوا كل اللي يقدروا عليه، بس ما قدروش إنهم ينقذوا علي. بعد يومين بالظبط مريم وحسن ظهر عليهم نفس الأعراض دي. البيت ساعتها بدأ يدخل في دوامة من الرعب والارتباك. الناس كلها استغربت جدا، هو ايه اللي بيحصل في البيت ده؟ الناس حاولت تساعد بكل ما عندها، حاولوا انهم يدوهم اعشاب ويجيبوا لهم دكاتره تانيين، لكن ما كانش في اي حاجه من دول نافعه خالص. والمصيبه ان الاعراض دي كلها كانت ظاهره على البيت كله، يعني ما فيش حد من البيت مشكوك في امره. لكن اللي اهل القريه عملوه ده كله ما فرقش بجنيه، والموت استمر ياخد واحد ورا التاني لحد ما الاطفال كلهم اتوفوا. 3 ايام عدوا على الموضوع ده، وفي مصيبه تانية حصلت. ناصر بدأت تظهر عليه نفس الأعراض بالظبط، تعب وإرهاق شديد وصداع متكرر، ونفس المغص اللي كانت الأطفال بتحس بيه. كان شاكك ساعتها إن الأكل اللي هم بياكلوه هو اللي بيعمل ده كله. لكن بعد إيه؟ ناصر اتوفى. القرية كلها كانت في حالة صدمة، يعني إيه 6 أطفال وأبوهم يموتوا في أسبوع واحد بس؟ الطب الشرعي ساعتها دخل على الخط. تحليل العينات كشف إن في سم كان محطوط في الأكل اللي هم بياكلوه، والأب والأطفال دول ماتوا بسبب تسمم متعمد. الشرطة بدأت فورا إنها تحقق في الموضوع ده، كانت حاطة عين على البيت كل يوم، وبدأوا يحققوا مع الجيران اللي موجودة في القرية كلها. لكن المصيبة إن القاتل كان موجود جوه البيت، قريبة منهم في كل لحظة. التحقيقات بعدها أثبتت إن اللي عمل كده هي الزوجة التانية، وده كان بدافع الغيرة والحقد. وده كله كان متراكم بسبب إن الزوجة الأولى رجعت للبيت تاني، واهتمام الأب كان مبالغ فيه من ناحيتها، وده ولد حقد وغيرة جواها. كان عندها الوقت والفرصة إنها تحط السم في الأكل بتاع الأطفال والأب كل يوم، لحد ما فعلا السم عمل شغله وقتل الأطفال وأبوهم. الست دي كانت دايما حاسة إنها مظلومة، كانت حاسة إن جوزها مهتم بزوجته الأولى أكتر منها هي شخصيا، حست بالوحدة والغيرة، وده كله كان بيتراكم فوق بعضه يوم ورا التاني، لحد ما جالها فكرة إنها تنتقم منهم كلهم. وهي بتعمل لهم الغدا كانت عاملة لهم رز ولحمة،
وحطت السم شوية هنا وشوية هناك. مفيش حد شك فيهم لأنها كانت دايما بتطبخ لهم كل يوم، والأطفال فعلا كانت حاسة إن في طعم غريب في الأكل، لكنهم مرضوش يزعلوها منهم. ونتيجة لده الأب والأطفال ماتوا كلهم في أسبوع واحد. بعد التحقيقات ما أثبتت إن الزوجة التانية هي اللي عملت كده، جابوها وبدأوا يحققوا معاها. ولما حققوا معاها انهارت من العياط، اعترفت بكل حاجة. وفعلا بعد الاعتراف ده بمدة صغيرة اتحكم عليها بالإعدام، واتنفذ عليها حكم الإعدام في سنة 2025. أيوة السنة اللي فاتت. القرية كلها اتصدمت، حد من جوه البيت، حد قريب كان سبب الكارثة دي كلها. لحد دلوقتي البيت مقفول ومش هيتفتح لحد يوم القيامة. محدش عمره يسكن في بيت حصل فيه جريمة زي دي، لدرجة إن لما حد يعدي من قدامه كان بيعدي في صمت، وكانت خطواته بتسرع زيادة عن اللزوم لأنه خايف من البيت ده جدا. خليك دايما عارف إن الخيانة ممكن تيجي من أقرب الناس ليك، وما تثقش في أي حد مهما كانت غلاوته عندك. أخطر شيء في الدنيا دي هو الحقد والكراهية اللي بيتراكموا في قلب الإنسان. الخيانة الحقيقية ممكن تيجي من جوه البيت، من جوه الناس اللي بنحبهم وخايفين عليهم. بس ده كان فيديو النهاردة، أتمنى إنه يكون عجبكم. ما تنساش تنزل تعمل لايك واشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس استنوا الفيديو الجديد قريب بإذن الله. سلام.